بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. تعالي بقى أغير فكرتك عن صعوبة عمل الفطير المشلتت أو الفطير الفلاحي. هعمله معاكي. احنا هنركز على الطريقة. تمام، هعمل فطير صغير كده بس عشان التصوير، وانتي بعد كده اللي ان شاء الله يجرب او يعمل الحجم اللي هو عايزه، سواء كبير او صغير او ايا كان. ده هيبقى صغير زي بتاع الافران كده. هسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم كده. ومعايا هنا نص كيلو من الدقيق. تمام، ما حطيتش عليه اي حاجه بقى غير هي معلقه صغيره من الملح، معلقه مش مليانه كمان، دوبتها في نص كوبايه ميه وحطيتها عليه، وحطيت جنبي كوبايه ميه كبيره دافيه، بس يا دوبك دافيه، حاجه بسيطه كده خالص. حطيتها جنبي وهنزل بيها بالتدريج كده، اقلب بالمعلقه، اتوه الدقيق مع الميه بس لحد ما يمسك كده، وبعدين هنزل بقى بايدي وانزل بالميه تدريجيا. كوبايه ميه كبيره جنبي انزل بيها بالتدريج بالراحه، ومش هحط ميه. يعني نص كيلو خد معايا حوالي كوبايه ميه. والدقيق بيختلف من مكان للتاني يا جماعه. انا عندي دقيق اصلا هو بيشرب ميه كتير، وفيه عرق. في دقيق تاني ما بيبقاش فيه العرق كويس، ما بيشربش سوائل والكلام ده. ننزل بالميه تدريجيا وما نخليهوش، يعني ما نحطش ميه كتير ان هو يبقى سائل في ايدينا، او مثلا العجينه بقت كلها ميه، لا، بتبقى يدوب، بيبقى لسه الدقيق ناشف في ايدي. فاهمين انا اقصد ايه؟ بيبقى لسه ناشف في ايدي. وانزل بقى عجن، اعجن شويه، واروح اغسل ايدي، اسيب العجينه كده حوالي دقيقه واحده، اغسل ايدي وارجع لها تاني، وهكذا معايا حوالي 10 دقايق. يعني معاكي من 10 دقايق لربع ساعه. اعجني بقى وبصي ادي العجينه حقها. هرجع واقول تاني، في اي معجنات اسفه، او مخبوزات او اي حاجه من دي، لازم تخدمي العجينه كويس قوي قوي قوي، علشان تطلع معاكي ما فيهاش غلطه. ويعني بمعنى الاصح عايزه اي حاجه تطلع معاكي كويسه اخدميها في العجين، سواء مخبوزات بقى، معجنات، اي حاجه من دي. هقسمها ل4. هقسم نص كيلو دقيق ده ل4. انا سبت العجينه ارتاحت بتاع حوالي من نص ساعه لساعه، يعني معاكي لساعتين. كل ما ريحت العجينه اكتر، كل ما بقت الشغل فيها سهل معاكي اكتر. قطعت العجينه ل4 وسبتها برضو ارتاحت شويه بتاع نص ساعه تاني بعد التقطيع. وهنا بقى حطيتها على طبق، حطيت فيه زيت كده، مسحته مسحه زيت وحطيت عليه، وبعدين على الرخامه بقى وهشتغل. حطيت مسحه زيت صغيره برضو على الرخامه وهفرد بايدي. بصوا العجينه في ايدي عامله ازاي، والله العظيم عامله زي الاستك اللي بتمطي فيه. هو بيمط معاكي، كل ما بتمطي بيمط معاكي ملبن كده. بصي بقى، علشان الفطير بتاعك يطلع مورق ومش مكتوم والدنيا فيه زي الفل، حاولي ان الطبقه اللي تحت دي ما تتقطعش خالص منك. حتى لو حته اتقطعت كده، لا، ارجعي الحميها تاني، يعني حطي حته عجينه عليها واقفليها تاني. اهم حاجه ان الطبقه اللي تحت، اي طبقه تانية جوه تتقطع مش مشكله، لكن الطبقه اللي تحت دي ما تتقطعش منك. انا فردته على الرخامه كده. انت لما بتحطي زيت وتعملي بايديكي مش محتاجه نشابه، مش محتاجه حاجه، هي العجينه بتتفرد في ايديكي، هي عامله زي الاستيك. ده من عجنك الكويس فيها، وكمان من من انك ريحتيها بعد العجين وبعد التقطيع كمان. كل دي عوامل مهمه قوي في عمل الفطير. الماده الدهنيه دي كل واحد براحته بقى فيها، ممكن سمنه، ممكن زبده، بس الزبده الصفراء لوحدها يا جماعه مش كويسه، مش حلوه مش هتديكي النتيجه اللي انت عايزاها. الزبده الصفراء، الافران هتقولي لي بيعمل بزبده، بيعمل بزبده، بس الزبده اللي هي البيضه النباتيه، اللي هي اساسا مش صحيه ومش كويسه خالص. هي دي اساسا زبده التوريق اللي الافران كلها بتستعملها، ولكن هي مش صحيه خالص. تمام. انا هنا حطيت سمنه على زبده على معلقه زيت صغيره. تمام، احنا الجو شتاء والجو اصلا برد، السمنه والزبده والكلام ده بيمسك بسرعه قوي مني. فهتحطي عليها معلقه زيت مش هتمسك منك خالص، يعني بعد ما تسيحيها كده مش هتمسك منك، وهتشتغلي وهتطلعي احلى فطير. في تركايه بقى صغيره خالص كده، اني انا بحط بعد ما بفرد الفطيره. بصوا انا بشيلها واحطها، ولو اتقطعت مني حته زي ما قلت لك، بصي الفرد، برجع الحمها تاني ببعضها، بحيث ان الطبقه اللي تحت دي ما تكونش مقطوعه مني، علشان الفطير يقب في الفرن ويورق مني، ويورق كده معاكي. زي ما قلت لكم، انا حطيت هنا سمنه على زبده. بصي، سمنه صناعي، سمنه فلاحي، سمنه ايا كان نوعها الماده الدهنيه دي براحتك. هي بتختلف في الطعم بس، ان انا لو حاطه مثلا سمنه بلدي على زبده بتديني طعم حكايه حكايه. وفي النص بقى هنا آه، اول ما بفرد الفطيره وادهن السمنه فيها، بنزل برشه سكر. عايزه تاكلي بقى فطير
زي اللي بتشتريه من الافران كده، فيه الطعم المسكر الخفيف ده، على فكره ما بيضايقكيش وما بيبقاش باين قوي. يعني لو عايزه تاكليه بجبنه قديمه او الكلام ده، لا ما بيبقاش مضايقك ان هو بيبقى مسكر، لا. وبتبقى العجينه فيها طعم مسكر خفيف قوي، بس بيبقى آه ما شاء الله يعني، بتبقى طعمها تحفه. مش هو بيبقى زي بتاع الافران كده، بيبقى طعمه ما شاء الله جميل ومش معضل. ساعات بتجيبي فطير من الافران تلاقيه في ايدك مجلد قوي كده، تيجي تقطعيه تلاقيه مجلد، او انت مش عارفه تاكليه من كتر ما هو مجلد اصلا. تمام. لا، ده احنا خادمين العجينه كويس قوي ومريحينها كويس. تمام. انا هنا مركزه على الطريقه اكتر من انا مركزه على انت ازاي تدهنيه بايه وتعمليه بايه والكلام ده. بص اهوت، اي حته بتتقطع مني برجع الحمها تاني، علشان مش عايزه الطبقه اللي تحت دي اول طبقه تبقى فيها اي قطعه، عشان الفطير يقب معايا في الفرن ويبقى مورق. لازم يورق معاكي في الفرن، لازم ان هو يقب عشان يبقى مورق معاكي في الفرن. تمام. بصوا بقى، انا ببقى مشغله الفرن على اعلى درجه. انا ما بريحوش بعد السمنه خلاص، بعد ما بفرده وادهنه والكلام ده. بصوا بقى رشه السكر دي، والله العظيم اللي يجربها هيدعي لي عليها. رشه خفيفه خالص هتديكي طعم، تسكيره خفيفه قوي، بس طعمه بيبقى في حته تانية. والزبده على السمنه يا جماعه بتخلي الفطير على معلقه زيت يعني الميكس ده. ولو في قشطه كمان حطي معلقه قشطه كمان عليهم. الميكس ده بيخلي لك الفطير طعمه روعه، مش بيبقى تقيل. على فكره ما بيتقلش الفطير غير السمنه الصناعي او السمنه الفلاحي بس. بس هي السمنه الصناعي دي بتقله، بتخليكي مش قادره تاكليه. فانت اعملي ميكس منه كده، ما بيبقاش تقيل ولا حاجه، بيبقى طعمه ما شاء الله. والله العظيم اللي هيجربه مره هيدعي لي عليه. يعني تحطي سمنه على زبده على زيت، ولو في قشطه حطي، بيخلي لك الفطير طعمه حكايه حكايه، وبيبقى خفيف. والله العظيم بيبقى خفيف، مش بيبقى تقيل خالص. بتاكلي منه مش بتشبعي، انت فاهمه. انا بشغل الفرن على اعلى حاجه، ويا ريت لو فرن غاز احسن لك من الفرن اللي هو من فرن البوتاجاز، لان الفرن البوتاجاز مهما كان النار بتاعته مش زي الغاز. تمام. ف بيغيب فيه شويه، فبيبدا ان هو ينشف ويجلد. لا، او عايز نار تكون عاليه خالص، واول ما ادخل هسخنه جامد، هسخنه جدا. اول ما ادخل الفطير الفرن اهوت النار شويه صغيرين، يعني هخليها فوق الوسط بحاجه بسيطه، من فوق ومن تحت. طبعا النار من الاجناب مش هعليها قوي عشان ما ياخدش لون بسرعه من فوق قبل ما يستوي. بس اول ما تدخليه الفرن هتلاقي الفطيره بتاعتك قبت لفوق كده. طالما بتقبي لفوق اعرفي ان انت الفطير بتاعك ناجح 100%. طالما قبت كده يبقى ورقت من جوه، وما تفرديهاش قوي. تمام. انا عامله فطير صغير عشان التصوير والمكان. انت عايزه تكبري كبري، اعملي على الطبليه اللي احنا بنعمل عليها الكبيره خالص دي براحتك، بس انا هنا مركزه على الطريقه. بصوا بقى، بصي من تحت ومن فوق عامل ازاي. طبعا انا دهنت الصينيه من تحت ومن فوق بنفس الماده الدهنيه اللي انا كنت بدهن بيها الفطير اللي اتفضل معايا يعني. بصي قبه. بصي الفطير قبب ازاي من فوق، عامل زي الجلاش. انت بتغطيه بيطرى معاكي وبيبقى زي الفل. بس هو لازم يطلع، لازم يقب في الفرن، لازم النار العاليه دي تخليه يقب عشان يورق من جوه وما ياخدش وقت خالص في الفرن ويطلع. تمام. بصي بقى الجمال، من فوق عامل زي الجلاش ومن جوه طري وتحفه، طعمه ما شاء الله تحفه. بصي بقى، انا هقطع هنا واحده قدامكم. بصي بقى التوريقات، يعني عدوا معايا كده التوريق، مش اللي هو تخين وتقيل والكلام ده. ان شاء الله ان شاء الله اللي هيجرب الطريقه دي هياكل احلى فطير. بجد احلى طريقه فطير ممكن ان انتي تجربيها.